السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة كنافة بطريقة لذيذة جدا وطعمها رهيب جدا، جربوها. معايا نص كيلو من الكنافة كنت حطاها في الفريزر. هنجيب بولة ونحط فيها كوبايتين من اللبن، مجين من اللبن كده، و3 معالق كبار من النشا، ومعاهم معلقة من كريم شانتيه، وهنقلبهم كويس وناخدهم على النار. وهنحط معاهم 3 معالق من السكر، اللي عاوز يزود يخليهم 4 مفيش مشكلة، بس يعني دي كانت مظبوطة جدا. وهنحط كده كام نقطة من الفانيليا. هنقلبهم على النار، نحط معاهم معلقة زبدة أو سمنة، نقلبهم كده على النار لحد ما ياخدوا القوام بتاع القشطة كده أو زي المهلبية. هنركنهم دلوقتي لحد ما نخلص الكنافة. حوالي مج وربع سمنة سيحتهم وجهزتهم، واخد الكنافة بقى في بولة كبيرة واقطعها كده. هي هتبقى سهلة انها تتقطع معاكي علشان لسه طالعة من الفريزر، كأنها ناشفة كده بتتكسر معاكي. هنحط عليها السمنة كده، نوزع عليها السمنة ونقلبها كويس جدا. دول حوالي مج وربع من السمنة، سمنة او زبدة مش هتفرق، بس هي الكنافة بتاخد كمية من السمنة كتيرة شوية. هنحط نص الكمية ونضغط عليهم كده كويس، وبعدين نحط الكريمة اللي احنا عملناها نوزعها، بس يا ريت ما نخليهاش تلمس الصينية من الحواف كده. وبعدين نحط عليها بقية الكنافة، نوزعها كده يعني نفردها، طبطب عليها طبطبة بسيطة كده علشان الكريمة ما تطلعش من الجنب. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تاخد اللون الذهبي، ونطلعها هنقلبها في صينية تانية. ويا ريت قبل ما نقلبها نكون محررينها كده من الجوانب بسكينة علشان ما تكونش لازقة وتبوظ معاكي. وبعدين نحط عليها على طول الشربات. الشربات بيكون بارد عادي جدا، بس يا ريت ما كانش في التلاجة، يعني يكون بره، مش لازم يكون كان في التلاجة يعني. اسهل واحلى كنافة ممكن تاكلوها، حلوة جدا وطعمها رهيب. وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفة يا ريت تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. كان معاكم تيسير عبد النور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.